أنا كنت بس عاوز أسألك في موضوع كده. اتفضل. أنا كنت خاطب، أنا خاطب بقالي 4 شهور دلوقتي. ايوه. هي بنت كويسة ومؤدبة ومحترمة قوي وكل حاجة واهلها ناس طيبين. جدا. بس أنا يعني بحاول أقرب لها كل فترة، بس أنا مش عارف أحبها وكده. بس عايز هي تقرب لها ازاي يا حماد؟ قول لي يا حبيبي، ما تخبيش يعني على مش عارف عمك حاجه. أحبها مثلا. ايوه، عايز تقرب ازاي يا حبيبي؟ تاخدها في حضنك؟ لا لا لا، يعني مثلا امال تقرب هي. لها ايه يا حبيبي؟ لما بتروح بينك وبينها بيبقى في كرسي، المفروض يبقى بينك لا لا وبينها لا، 3 كراسي طبعا يا في بعد حماد. بينا بقى. حماده يا حبيبي، مش انت لما رحت خطبت يا حماده سمعت كلمه اه، تنورنا وتشرفنا؟ أيوه صح. ولا سمعت كلمه امشي واد بره مالكش بنات عندنا؟ لا، قالوا لي اتفضل طب وتشرف يا طبعا. حبيب قلبي، وانت قبل ما تروح مش عارف ان البنت كويسه وتناسبك؟ أيوه عارف. وديك بتقول فيها قصيدة شعر اهو. السؤال دلوقتي يا حماده، هل انت مثلا لو انت رحت عندهم وخدت حته بسبوسه بتبص لطبق البسبوسه في ايدك كده؟ لا، أنا مش قصدي اللي لحظه هو واحده بس، باخدها لحظه، اصبر عليا انا والله ما هاخد دقيقه. ماشي بص يا ماشي. حبيبي، بتعمل كده. لا طبعا. طب شفت بقى؟ طيب بتيجي تقول ايه؟ خد يا ماما، كأن يعني انا هديها لماما، ما انتش جايب لي، انا مش عايزه اه، منك حاجه. انت حسيت ان البنت مش عايزاك وان هم لا هي اكرهوها؟ عاوزاني، بس انا مش عاوز اظلمها معايا، حاسس ان انا أو يعني مش عايز تظلمها؟ انت اربع عايز تهرب شهور ومش بطريقه حاسس ان انا. دبلوماسيه يا محمد.